لي 4000 درهم. كيفاش تنصب عليا في 4000 درهم؟ مشات لي 4000 درهم اللي هي 80000 ريال بالريال. مشات لي بواحد الطريقه اللي بشعه. اخر ما كان في النصب والاحتيال، ستاج الاخر ستاج الوحش في النصب والاحتيال. مشات لي 4000 درهم. وقررت انا نتقاسم معكم هذه القصه هذه باش ان بنادم ما يوقعش ليه نفس البلان اللي يوقع ليا. ان بنادم حتى هو ما يمشيوش ليه فلوسه، وانه يكون عنده واحد الخلفيه على اشنو تيطرا وكيفاش تينصبوا على عباد الله، شي شمايت ولا اشباه الرجال الى اخره. كما قلت مشات لي 4000 درهم اللي شحال وانا تنجمع فيها من بيع التماره والفياق بكري وشحال من حاجه. فتنصب عليا بواحد الطريقه اللي سهله، اللي ما طيحش لك اصلا على بالك ولا شي واحد اخر على باله. مشات لي 4000 درهم. دونك قررت انا نبارطاجي معكم هذه الستوار هذه ولا هاد لا ستوري ديالي باش ان بنادم ما يوقعش ليه نفس البلان، وبنادم ما يتنصبش عليه ديالو على ديالو، ما يمشوش ليه فلوسه، وتكون عنده واحد الخلفيه على بنادم كيفاش تينصبوا على عباد الله. دونك وقعت لي هذه القضيه، فغالبا غتكون وقعت لمئات ديال الاشخاص. وهاد الاشخاص اللي تيديروا هذه الافعال هذو ربما هادشي تياخذوه ولا تياخذوه كمهنه. 4000 درهم شحال علاش غتجمعها هو بيديها لي في 10 دقائق ولا ساعه ولا ساعات لما بعنا. دونك هذه واحد الحاجه اللي خايبه، وربي بيان ايفيدامون المهم غيخلصوا على هذا الشيء كو سوا في الدنيا كو سوا في الاخره. وهذا ما كان كما قلت، ما بغيتش شي واحد اخر انه يتنصب عليه فلوسه او لا يوقع في هذا الغلط هذا، ولا الا طاح في هذا السيتياسيون هذه ولا هذه الحاله يعرف اش غيوقع ليه، يعرف ديغيغ اش غيكون باش انه يسلك راسو باش انه يخرج باقل خساره ممكنه. دونك كما قلت هذه القصه هذه بدات في واحد النهار، وكان رمضان اللي فات وكان تنعقل نهار السبت. دونك كنت خدام، خرجت من الخدمه مع ديك جويه الربعه تقريبا فخرجت. وكانوا خاصني فلوس، خاصني الكاش. المهم حيت ويكاند خاصني باش ندوز ذاك السيد بحال الى اخره. دونك مشيت على واحد النيه باش انني غنتيري بلاش واحد الكيشيه. فمع قربت انني نوصل ديك الكيشيه، تلاقيت مع واحد السيد هاز التليفون، واحد الشاب ما يكون عنده غير شي 25 عام 28 عام 33 عام كاع. دونك هاز التليفون قال لي اخويا واش عندك هاد البنكه فلانيه، باقي تنتذكر بريد بنك، قول لي واش عندك هاد البنكه هادي. قلت له ودي ما عنديش، ما خدامش بها. المهم انا هي اللي عندي، ولكن حس دغيغ بلي انه غتوقع واحد الحاجه اللي خايبه، وحس بلي انه غتوقع لي شي حاجه، حس بها بهذا المعنى هذا، تحركت فيها شي حاجه لداخل ديالي، عرفت على انه غتوقع لي شي حاجه ماشي هي هذه، حسيت بها. واش اش درت؟ المهم كما قلت لكم حسيت بهذه القضيه هذه، قلت له انا ما عنديش داك البنكه، ديك البنكه ما تنتعاملش معها، انا عندي بنكه اخرى واصلا ما عنديش ابليكاسيون. ومشيت باش انني نتيري الفلوس. المهم درت ديك القضيه باش انني نصدرو، ومشيت انني نتيري فلوس في واحد ليكيشي اخرى تابعه لديك البنكاني. فمشيت فاذا بي ما لقيتش بلي ان الفلوس لقيتها خاويه ما فيهاش الفلوس. دونك اضطريت انني نرجع ما يقارب واحد 30 دقيقه ونتلاقى بنفس الشخص، ولكن هذا المره معاه صاحب، هذا المره مع واحد الصديق ديالو. قال لي ودي انت راه انا متاكد بلي انا عندك هذه البنكه هذه وما بغيتش تعمل معايا الى اخره. قلت له ودي انا ما عنديش مع هذا الصداع هذا، وفهمت بنادم ماشي ديال انك تثق فيه في هذا الوقت. المهم حسب بلي انا واحد الحاجه توقع. دونك هضرت معاه، ديتو جبت معاه في الهضره هكا. المهم قال لي الله يرحم ليك الوالدين، شوف قال لي تو سامبلومون راه حنا وقع لنا واحد البلان، قال واحد البلان حتى انت خدامين في العسكر، وراني واحد هذا الكارت ديال انهم خدامين في العسكر ديال واحد فيهم الاسم ديالو والتصويره ديالو الى اخره. فقال لي اللي وقع هو انه تحنسرنا في الفلوس، تحنسرنا في الفلوس، وانا عندي هذه البنكه وراني الابليكاسيون حلها ليا، ولكن فيها شي ناقص 1000 درهم. قال لي يعني داك الدري الا بغى، المهم واحد السيد بغى انه يصوفينا انه يصيفط لنا شي فلوس، وبالتالي الا صيفطهم ليا فيمشي ليا النص ديالهم ولا يمشيو ليا كامل. هذا الشيء علاش تنقلب على شي ولد الناس بحالك انت، علاش هذا الشيء تيبان فينا من وجهنا على اننا ناس معقولين وما فيناش ذاك التخبيق الى اخره. فقال لي مع شفتك عرفت على انك ولد الناس، وبغيت انك تقضي معنا هذا الغرض. هذاك السيد يصيفط لك الفلوس غادي يبانوا عندك الابليكاسيون انت، غتعطيهم لينا غير الا بغيتي انك تتعامل معنا. وغمقوا عليا. المهم ديك اللقطه راسي ما حاضرش ولا العقل ديالي مرفوع، فبديت نتعامل غير بالاحاسيس وعلى انهم بقاو فيا، وحتى انا قدرت توقع لي هذه القضيه هذه، وتنحاول ما امكن تنقنع في راسي بلي انني خاصني نعاونهم حيت لو وقت هذا وما تعرف اش يوقع. المهم بنادم نصوفيو الى اخره. وما ظنيتش على انه غتوقع لي هذه القضيه هذه، وما ظنيتش بان بنادم توصل به الحقاره ولا التفكير ديالو يمشي باش يدي لك فلوس كرزقك عرضك الى اخره. دونك اللي وقع غمقوا عليا دوك الناس كما قال دوك الدراري اللي جون، هما ماشي شي دراري كبار، ما تكون عندهم ما بين 28 عام 25 عام حتى 30 عام الى كثروا. المهم غمقوا عليا بالهضره وحاولوا انه يقنعوني، ودوزوا لي واحد السيد هذاك اللي كان بيدوز لهم الفلوس. المهم هضرت معاه هكا قال لي تابع صيفط لك الفلوس يبانوا عندك الابليكاسيون غتقضي معاهم الغرض. وصيفط لي لاكارت ديالو واحد شويه، هو يصيفط لي واحد الروسي. ديك اللعبه الا صيفط لي الفلوس لواحد الشخص في الابليكاسيون. المهم صيفط لي هذيك اللعبه وتسني شي ساعه على انهم يبانوا عندي الفلوس في الابليكاسيون. ساعه ما بانوش، دازت الساعه ما بانوش، دازت 45 دقيقه ما بانوش، دازت الساعه ما بانوش. فاذا بي قلت لها ودات هذا البلان هذا راه قرب الفطور، حيت كما قلت لها كان رمضان وخرجت مع الربعه، انا تقريبا اكون ديك الخمسه ولا السته في اخره. دونك هادشي اللي وقع. قلت لها ودي دابا اش بنديرو اش نعمل؟ قال لي ودي راه سولت وقال لي على انه ما يبانوش عندك الفلوس اليوم، حيت اليوم السبت تفوت 24 ساعه. قلت له كيفاش هذا البلان هذا؟ حنا ما درناش هذا الشيء، قلت ان يبانوا عندي في البلاصه، دير لي تلقائيا ولا كان سبونتاني باش يبانوا عندي الفلوس دغيا في البلاصه. والمهم قال لي هذا الشيء اللي كاين. صافي بقيت تسنيت عاوتاني واحد من الساعات لما كانوا. المهم ما عرفتش اش بندير في ديك اللقطه، وتنفكر اش بندير واش، حيت هذا الشيء كنقول لك مازال ما خرجت لهم دوك الفلوس هذه، مازال ما خرجت لهم الفلوس. دونك هادشي اللي وقع فكر حتى الواحد شو هو انه يقول لي عقلي داكشي اللي وقع. هاد السيد صيفط لي لاكارت ديالو كارت ناسيونال بطاقه ديال التعريف الوطنيه، وصيفط لي الروسي بلي انه صيفط لي الفلوس. دونك عرفت قلت لهم عرفت اش بيديروا، غنخرج لكم الفلوس غنعطيهم لكم وسيروا انتم. ما كان حتى شي مشكل، التوكن يبانوا عندي، التوكن تفوت 24 ساعه ما كان حتى شي مشكل. المهم داكشي اللي وقع كاين 2000 درهم عطيتها لهم.
وهذا ما كان صافي. مشيت في حالي، دازت 24 ساعه ما بانوش عندي الفلوس، دازت 140 ساعه ما بانوش عندي الفلوس، دازت يومين ما بانوش، 3 ايام 4 ايام، دازت سيمانه ما بانوش. حاولت انني نتواصل معاهم، انني نتصل بهم، ما جاوبني لا الاول لا الثاني. المهم هذا الشيء اللي وقع. وفاش حتى واحد ما قال لي هذه القصه، المهم عرفت ديك اللقطه دابا نفيق على انه مشات لي 2000 درهم. وصافي نسيت ذاك الموضوع، وبقى فيا الحال بزاف حيت الشنطه، وكنت ناوي المهم دوك الفلوس انا نقضي بهم واحد الغرض الى اخره. وجدتهم على شحال تماره الى اخره، وداوهم لي بواحد الطريقه اللي غير اخلاقيه ولا هي هكا. اي جا وداوهم. والمهم هادشي اللي قلت انا صافي مشات لي 2000 درهم، صافي ما كان حتى شي مشكل، ربي غيخلف ان شاء الله. ونتعلم باش انني ما نعاودش لهذا الغلط هذا. المهم داز ما يقارب شهرين، فاذا بي تنتلقى واحد المكالمه ديال واحد الشخص اتصل بيا، يعني لاباس عليك واش مزيان الحمد لله. قال لي الا عقلتي عليا راه انا ذاك الدري اللي كنت عطيتي ديك 2000 درهم. المهم فرحت في ديك اللقطه، قلت هو رجع هو جاوبني قال لي شوف، كان وقع لي واحد البلان، داك السيد اللي كان بغى يصيفط لك الفلوس راه صيفطهم ليك ساعه، كان عنده واحد الكريدي ديال واحد لابارتومون، وفاش دوز لي الفلوس قطعوهم ليه من الكونت. دونك هذا الشيء اللي وقع، ووقع لينا شي مشاكل، داك الشيء علاش ما قدرتش انني نتواصل معاه. المهم داز دابا شهرين، رجعت باش انا نرد ديك الامانه ديالك. المهم فرحت في ديك اللقطه واحد الفرحه، فهمتي. الاخر قال على انا وفلوسي ما مشاوش، غترجع لي 2000 درهم. المهم فرحت، وعاوتاني مشى عقلي، ما خدمتش عاوتاني عقلي. المهم خدمت عاوتاني غير بالاحاسيس الى اخره. فاش قلت انا، قلت هذا الشخص دونك رجع بعد شهرين، الا هو انه شخص معقول وولد الناس وبغى انه يرد لي الرزق ديالي. دونك هذا الشيء اللي وقع. قال لي عرفتي دابا اش غدير، غتدخل لابليكاسيون، حيتاش كما قلت لك دوك الفلوس غير بقاو في واحد القنت في واحد البلاصه مبلوكيين في لابليكاسيون. غتدخل لابليكاسيون غنوريك كيفاش باش انك تردهم. دونك هذا الشيء اللي وقع. حليت لابليكاسيون، بقيت معاه على اتصال، قال لي دخل واحد البلاصات ورك هنا ورك هنا ورك هنا. طلع المهم واحد البلاصه طلع لك غتكتب 2000 درهم وغتطلع عندك في لابليكاسيون. هذا الشيء اللي درت بالحرف. ديك اللقطه بعد درت ديك 2000 درهم ودرت اوكي، قالوا لي بلي انا العمليه سمات بنجاح. خرجت من لابليكاسيون، عاود دخلت قلت لانه نقصد عندي انا 2000 درهم من الكونت، ماشي تزاد، نقصد عندي. قلت له فلان شوف راه تنقصت عندي 2000 درهم ماشي تزادت عندي. قال لي ودي راه غير واحد المشكل اللي كان في الكونيكسيون، كاين واحد البروبليم في لا كونيكسيون. هي تدخل عاوتاني ترجع عندك ديك ال 2000 درهم، غير عاود نفس العمليه، عاود نفس العمليه. ديك اللقطه فاش قال لي عاود نفس العمليه، حسيت بلي انا واحد الدري كان حداه تيضحك، عرف بلي انه داو لي عاوتاني 2000 درهم. صافي هذا الشيء. المهم في ديك اللقطه تبلوكيت، ما عرفتش غندير حيت تنقصت عندي 2000 درهم كما قلت في الابليكاسيون بحال. المهم وصيفط وعطيتهم 2000 درهم يعني 4000 درهم، وقال لي عاوتاني عاود لنفس القضيه. المهم ديك اللقطه فاش سمعت داك السيد تيضحك، عرف على انه كان شي حاجه ماشي هي هذيك. كون عاودت نفس العمليه غتمشي لي عاوتاني 2000 درهم وغنصدقوا في 6000 درهم. صافي. المهم عرفت على انني درت واحد الغلط اللي كبير بزاف، على انه مشات لي 4000 درهم. وداك الشخص فاش تيضحك داك السيد حدا، يعني راه كاين شي حاجه تما، وهادو غير تينصبوا على عباد الله الى اخره. صافي قلت على انه مشات لي 4000 درهم. صافي داك الشخص فات عاوتاني ديك المده شي شهرين واخيرا ولا شهر ونص، عاود اتصل بيا ولكن ما جاوبتش. شفت لها ميساج في واتساب باقي تنعقل، قال لي سميتو نقول لي واش ما قدرتش ديك 4000 درهم اللي ديري، بغيتي ديري 2000 درهم ديالي عاوتاني. صافي قرا، هو ما بقاش جاوبني، ما بقاش اتصل بيا. دونك قلت ماشي بغيت نبان ضحيه هذه القصه هذه، وانما كما مشاو لي فلوسي باش انك حتى انت تحاول ما يمشيوش لك فلوس، كل الا حطيت واحد لا سيتياسيون بحال هكا تعرف شنو يطرى لك. وكما قلت ربما هادو تياخذوا هاد الحاجه هذه كمهنه وتينصبوا على عباد الله. وكما قلت المهم غيتجازاو كتتوا في الدنيا كتتوا في الاخره، ربي سبحانه وتعالى عادل، هذاك الشيء يخلصوه. كما قلت الهدف وراء هذه القصه هي باش ان بنادم يكون على باله ويعرف على الطرق اللي تيستخدمهم بنادم، تكون عنده واحد النظره ولا واحد الخلفيه على كيفاش تيديو لبنادم رزقه. الحمد لله جات غير في 4000 درهم، واخا صعيبه واحد شويه. الحمد لله ما جاتش في شي 10 درهم الى اخره. وانا تلقيت كما قلت واحد 3 دروس اللي ما عمرني غننساهم في الحياه ديالي. الحاجه الوحيده اللي بقات فيها هي انني ما كنتش حسيتو ولا بحال تنحس في الشمته. مشاو لي بواحد الطريقه اللي بشعه، ما ظنيتهاش، ما عمرني فكرت في هذه القضيه هذه. دونك كما قلت فالحاجه الاولى اللي غنستافدوا من هذه القصه هو انه ما تبغيش في هذا الوقت خصوصا انك تعاون شي واحد. كما كان الا بغيتي تعاون شي واحد، عاون راسك وعاون العائله ديالك واخوك صافي. بوان با، ما تحاولش انك تعاون شي واحد اخر، حيت الا حاولتي تجيبها في راسك كما جبتها في راسك. الحاجه الثانيه هي انه ما تثقش في الناس، ما تثقش في بنادم في هذا الوقت هذه خصوصا. ما تكونش هي النيه وما تكونش معقول، ديما توقع السيناريو الخايب. هذا الشيء تنقول لك بالتجربه. الحاجه الاخرى هي انه ما تثقش في الهضره وما تثقش في الكلام. والحاجه الاخرى هي انه شوف، ديما حاول الا بغيتي انك تاخذ واحد القرار كون تخدم عقلك. ما عمرك خدم عقلك ديالك ولا العواطف ديالك ولا الاحاسيس ديالك الى اخره. خدم عقلك، ديما خدم عقلك. ما عمرك تاخذ شي قرار بناء على العواطف ولا الاحاسيس، حيتاش غتجيبها في راسك. كما وقع لي هذا الشيء هنايا. كما قلت عقلي مرفوع، وتعاملت بغيت الانسانيه ديالي. المهم وقعوا فيها دوك الدراري وبغيت انني نتعامل معاهم فجبتها في راسي. كما قلت وراء هذه القصه هذه بغيت انا بنادم ما يتنصبش عليه في ديالو كما تنصب عليا انا. وداك الشيء علاش بارطاجيت معكم هذا الشيء. وغالبا غيكونوا كما قلت الناس هادو تاخذوا هذا الشيء كمهنه وتنصب على بزاف ديال الناس ماشي غير انا. خصوصا الا لقيتي شي واحد كبير في لاج الى اخره ما غيثيق فيهم. كما قلت هذه شبرا اول مره يوقع لي شبرا بحال هكا. دونك انا مثلا جون وقاري واحد شويه وما توقعتش هذه القضيه هذه، خلي عليك شي واحد مثلا كبير ولا شي امراه يقدروا يزربوا عليها ويديو لها رزقها حتى هي. دونك كما قلت هذا الشيء اللي كاين. نتمنى فقط انني نكون فسرت لكم القصه وان بنادم يستفد. حيتاش كما قلت القصه للعبره ماشي للفرجه، ماشي انك تخرج وانما تاخذ منها عبره باش انه ما يمشيو لك فلوس ولا شي واحد الا ما ينفع عائلتك ولا تقدر تبارطاجي هادشي مع شي واحد في عائلتك باش انه ما يوقعش ليك نفس الظلم كما قلت. وهذا ما كان كما قلت عقلوا على الدروس اللي قلت لك. ما تثقش في بنادم، ما تبغيش انك تعاون بنادم، ما تخدمش الاحاسيس ديالك. الا بغيتي انك تاخذ واحد القرار ديما خدم دماغك.
دونك هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا. نتمنى ان الميساج يكون وصل، استفدتوا شي حاجه، وهذا ما كان. تهلاو في راسكم، نتلاقاو في فيديو جديد. السلام عليكم.